حبيبي الغالي، خذها مدوية. في يوم 21 من شهر رجب دخلت جامع عتيقة في الرياض. المشهد كان مذ أن دخلت وأنا في عجب لما رأيت سيارات الشرطة عند الباب. معتاد أن أرى سيارات المرور لتنظيم السير، نعم، لكن سيارات شرطة لأول مرة أراها هنا. دخلت المسجد فرأيت الناس معظمهم قيام قد اجتمعوا، فظننت أنهم يعزون أهل الميت، فمضيت وصليت. بعد أن صلينا العصر صلينا على الجنائز، وأنا خارج رأيت أقوام مجتمعون، فاستغربت. بعد الصلاة المفروض يكونوا خلاص انتهوا. فأمسك بي أحد الإخوة ثم قال: تعرف هذا الرجل؟ أنا لا أرى رجل، أرى أقوام مجتمعون. فاقتربنا، قال: أرأيت ذاك الرجل المسجى عليه غطاء أزرق وعنده رجال الشرطة واقفون على رأسه؟ قال: تعرف هذا صلى معنا اليوم الظهر في المسجد. ثم جلس واستند على سارية المسجد وأخذ يقرأ القرآن. يقول: ثم انتبهنا له وقد تصبب جبينه عرقا، ثم وضع القرآن في حجره. يقول: ثم أسند رأسه على السارية. قال: فهب من هب منا، وقلنا له: سلامات؟ قال: ما في شيء إن شاء الله، بس صداع بسيط. قال: فقام أحدنا وأتى بكأس ماء فقال: اشرب. قال: فقال: لا أريد. قال: فألح عليه كل الحضور، قالوا: اشرب ماء، وأخذوا يمسحون جبينه: اشرب الماء، وهو يقول لهم: لا ما أشتهي. فلما ألحوا عليه قال: إني صائم يا أخوان. ثم ارتفعت تلك العينان وكأنه ينظر إلى أحد فوقه، ثم نطق بكلمة التوحيد، قال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم ما هي إلا لحظات حتى مالت تلك العنق، ثم مات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانه جل جلاله، من الذي أخرج الكلمة من قلبه بل من ضميره، أضمرها وأخلصها لله نحسبه والله حسيبه، أخلصها لله. أبى الله عز وجل أن يموت قبل أن يخبر العالم أنه صائم. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لمات دون أن يعرف أنه صائم، حرم نفسه من كوب الماء في حاجته إليه. فأسأل المولى جل جلاله أن يسقيه من نهر الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدا، نرجو له الخير. جلست أنظر والعالم كلهم حوله يقول: لا إله إلا الله. انتظر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة إلى الصلاة ما هو يا رسول الله؟ قال: فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. أخذه الله وهو مرابط. بل قبلها في أول الحديث: ألا أدلكم بما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فوق كل هذا يقرأ آيات الله جل جلاله ويرتفع بكل حرف 10 حسنات. ثم بعدها صائم. في يوم الخميس رسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا، قال: في يومي الاثنين والخميس ترفع الأعمال، فأحب أن يرفع عملي لله وأنا صائم. فتخيلت ذاك الرجل وهي ترفع روحه إلى الله وهو صائم. فأسأل المولى جل جلاله أن يجعل له ويعد له إفطارا عنده ليس كإفطار أهل الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحبة الفضلاء، من تأمل حال هذا الرجل وحال ختامه نحسبه والله حسيب. والله لا نملك إلا أن نقول: اللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم ارزقنا حسن الختام يا رب العالمين.